الرحيم. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نطلع كفر الغاب من على خريطة العالم، وتقدر تطلع اي بيت في كفر الغاب بسهولة جدا. طبعا احنا بنختار قارة افريقيا. قارة افريقيا طبعا المفروض ان احنا كلنا على الاقل غازنا عارفينها. وبعدين مصر طبعا في الركن الشمالي الشرقي من قارة افريقيا. بنعمل زوم على مصر، بنقرب بنقرب كمان لحد ما نخلي الدلتا في وشنا خالص. بيتبقى لنا طبعا القاهرة اللي هي عاصمة البلد. بعد كده بندخل زوم، هيبقى لنا بعد كده الاسكندرية، وهيبقى لنا الإسماعيلية والشرقية. هيبقى لنا الاسكندرية ولنا الإسماعيلية والشرقية والمنصورة وبورسعيد. طبعا دمياط أصغر من بورسعيد وأصغر من المنصورة والمحافظات ديت، فبتبان لنا متأخرة شوية. هتبان لنا دمياط مرتين لما هناخد بالنا، دمياط اللي هي المدينة ودمياط اللي هي المحافظة. هنخش من دمياط لما تظهر لنا اهوت. طبعا دمياط جنب بورسعيد، وورا ايه؟ المنصورة اللي هي الدقهلية. بنقرب شوية بنلاقي دمياط بدأت تظهر لنا هي، وهتلاحظ ان منشية ناصر هتظهر قبل كفر الغاب. يعني الناس المحترمين مهتمين بمنشية ناصر قوي، فتلاقيها هي ظاهرة قبل كفر الغاب. إيه لما تيجي عند كفر سعد هتلاقي قصادها منشية ناصر، اذا كفر الغاب المفروض ايه قصادها هنا. نعمل كمان زوم، عزبة راشد ظهرت لنا. اللي جاي من جمصة هيخش على السادة، وبعد ما يخش على السادة هيمشي كده على طول هيخش على الوسطانش. طيب ده الكوبري الجديد. نعمل زوم على الكوبري الجديد اهوت. بعد الكوبري الجديد هتخش على عزبة البربري. بعد البربري هتلاقي عندك عزبة 8 اللي هي عزبة غرابة ديت. بعد كده هتلاقي عندك عزبة العرب، وبعد كده هتلاقي عندك خزان عاشور اللي هي الخزان الغربية. طبعا عندنا الخزان الغربية عشان في خزان الوسطاني. بعد كده هتلاقي مدخل البلد والبنزينتين اللي في أول البلد. هنعمل زوم كمان ونحاول نقربها. لما هتجيبها من الناحية التانية هتلاقي الأمور أوضح وأسهل بكتير كده تقريبا. أيوة أو كده تمام. اه تمشي في وسط البلد اهوت. تلاقي عندك هنا مصنع الرخام. جميل. بدأت البيوت اللي في أول البلد تظهر لنا، وبدأنا نشوف المعديات من عند روتانا فرح، ولسه الوقت ماشيين. ديت بداية الترعة المردومة. دي بداية ايه الترعة المردومة. إذا هنا أنا وصلت عند الموقف. طيب طبعا أنا شايف الموقف بس في ناس كتير مش شايفاه. عشان نشوف الموقف أوضح بنقرب كمان زوم. هندخل هنلاقي دي التندة بتاعت الموقف. دي تندة الموقف، يعني المفروض العربيات تحت التندة دي دلوقتي اهوت. اهو نمشي كده في البلد، نمشي كمان. اظن كده ممكن بسهولة تحدد ايه البيت بتاعكم لو في الشارع ده. بعد كده بتلاقيك دخلت عند الداوودي. لو تدخل عند الداوودي هنا ممكن تحدد معالم اكتر. ايه اكتر. طبعا يبقى هنا قهوة حسين، يبقى هنا سوبر ماركت عزمي، يبقى هنا موقف العربيات الملاكي، يبقى هنا العيسوي، يبقى قصاده هنا عبد السلام تاي الأحذية، يبقى هنا فرن أبو خليل، يبقى هنا محلات عبد الملك بتاعت السباكة، يبقى هنا موقف الملاكي. وطبعا دهون الكوبري اللي قصاد السماني بتاع أبو عياد، وده الكوبري اللي قصاد صيدلية الهنداوي وصيدلية ياسر الجديدة. جميل. بالنسبة لمسجد جامع البحر هنلاقي قصاد المعدية اهوت. بستفاد انا بقى يا سيدي، يعني مثلا بيتنا هنلاقيه هنا اهوت في قلب الفرن اهوت فوق، والمدخنة هناك اهيت. بنعمل على بيتنا زوم كمان شوية، يمكن نجيب الوزتين اللي فوق السطح.
طبعا السطح لما يكون معلوش حاجة بيبان ليا بالشكل ده. يبقى بالطريقة ديت أنا ممكن أشوف الزرع اللي قصاد القهوة اهوت، الداودي اهوت، زي ما قلت لك الفرن اهوت بتاعنا بيتنا. ممكن بسهولة تقدر تطلع بيتكم من قارة افريقيا. لما بنرجع بقى زوم اوت اهوت خد بالك، بص بصة كده للبلد اهو. شوف دي كفر الغاب من فوق، كفر الغاب منين؟ من فوق اهيت. كفر الغاب دلوقتي بقت اصغر 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 اهو. لحد ما نطلع خالص بره القارة ونطلع بره الكرة الأرضية كمان. يبقى زي ما قلت لك بالطريقة ديت ممكن انت تعمل زوم وتوصل لبيتك عن طريق ان انت تقرب من دمياط ومن كفر سعد. منشية ناصر هي الأكتر وضوح، خد منشية ناصر كدليل وتقرب من جنب منشية ناصر تلاقي الأمور أوضح. اهوت منشية ناصر، كفر الغاب تحتها مباشرة اهي كفر الغاب اهيت. الراجل مادام احنا عملنا عليها زوم قبل كده بيقوم بعد كده يعرفها ويحفظها على الجهاز. جميل اوي الكلام ده. لحد ما نيجي هنا، لحد ما نيجي ايه في الحتة ديت. يبقى اهو ممكن نطلع اي بيت من هنا. يعني مثلا احنا لو عايزين نطلع مدرسة المربعين، مدرسة ايه المربعين، مدرسة المربعين هتبقى فين؟ اهيت. ديت التراب وده النادي، وجنب النادي طبعا الازهر اهوت الازهر. وديت مدرسة المربعين قصاد على طول مدرسة المربعين الإعدادية المشتركة. وده بيت أبو يوسف قصادها هناك اهوت. وديت الجنينة ودي السور، دي البوابة، دي أوضة الأمن بتاعتها. كذلك لو عايز تطلع كوبري المكرونة اهو، ده كوبري المكرونة. جميل. عايز اروح المؤسسة يبقى انا همشي كده، عايز ارجع تاني يبقى انا همشي الناحية التانية. يبقى بالطريقة ديت اوصل هنا لجامع كفر الغاب. ده كوبري ابو عياد، ده جامع الدهيمة، ده الداوودي، ده العيسوي، ده عبد السلام بتاع الأحذية، ده الفرن بتاع أبو خليل اللي هو بيتنا اهوت. البيت بتاعنا فوق هنا اهو، خزان المية هناك اهوت. هنا أولاد السيد عبد الملك السيراميك، الأدوات الصحية، الغطاينة. لما نمشي كده اهوت هنلاقي التندة بتاعت الموقف اهي، تندة الموقف اهي. عربيات اهي، حتى في عربية بره الموقف اهيت، وفي هنا عربيتين اهمت، وفي هنا العربية بتاعت الوسطاني الكبوت، وهنا السعيد البنا. ماشي اهو. هنا آخر الترعة المردومة وبداية الحتة اللي مش مردومة اهيت.
الطريق اللي هو رايح هناك جديد. لما تمشي كمان شوية كده اهوت تلاقي المعدية اللي هي معمولة جديد. فعندنا هنا قربنا بقى من البنزيمة. وردنا فرح. لحد ما نوصل قدام كده بقى بنلاقي ايه خزان عاشور. طبعا خزان عاشور بنلاقي مكتوب عليه الخزان الغربي. نطلع من كفر الغاب، نطلع من كفر الغاب، نطلع من كفر الغاب، نطلع من دمياط كلها، من دمياط كلها نخش على الدلتا. نطلع من الدلتا نطلع كده بنطلع برا مصر، نطلع برا مصر كمان بنطلع برا افريقيا، نطلع برا افريقيا كده طلعنا برا الكرة الارضية كلها. وبكده ممكن تطلع بيتكم بأي طريقة سهلة بسيطة خالص خالص خالص.